إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. أي الإنسان اللي هو مات كافر بنعمة الله أو كافر بالله، الصلاة نتاعو اللي فاتت والصدقة نتاعو اللي فاتت والكلمة نتاعو اللي فاتت من قبل راهي ما تنفعوش إلى آخر الآية كما فسرنا. ونجيب واحد الكلمة الحباب كان جاء سيدي مولاي العربي الدرقاوي رضي الله تعالى عنه. هذه صارت في حياة سيدي مولاي العربي الدرقاوي وصارت في حياة الشيخ سيدي أحمد العلوي الله يقدس روحه. أبدأوا الفقراء يجذبوا، وقع الجد في الطريق، وقع واحد الفتح كبير، وبقات الناس كاع ولات تدعى باللي راهي مجذوبة للحضرة الإلهية داخت الناس كامل. جاء سيدي مولاي العربي الدرقاوي جاءوا عنده بعض شي فقراء كبار اللي هم على كل حال عليهم العمد والاتكال، قالوا له سيدنا راه الدعوة كبرت، الجبال راهي تزكي والبدن راهم يزكي والناس راهي تجذب والدعوة راهي كبيرة. قالوا ما سيدي الدعوة غير سهلة، أرواحوا للفقير اللي هو جذب وقلبوا له في الدبرة. قال لا هو حس وزقى وعرف الدبرة هذيك حرقاته، قال هذا ماشي راه مجدوب، هذا راه كذاب. قالوا اللي هو تحكوا له الدبرة نتاعو مليح وما يفطن شيء، قال هذاك راه مجدوب، حكموا عليه باللي راه حقيقة مجدوب للحضرة الإلهية، راه داخل في وسطها واحد الدخلة مليحة. قالوا يا سيدي واحد الدبرة اش هي له؟ قال لهم الدبرة هي تصدام. إلا هو شتوه جذب قالوا يا سيدي جيب هذاك التصدام ننفقوه على الفقراء والمساكين. قال إلا هو دخل يده وأعطاه هذاك التصدام بلا ما يشعر بلا ما يحضر بلا ما يتكلم، أعطاه كله لله والرسول، أعطاه في سبيل الله باش ينفقوه على الفقراء والمساكين، قال هذا بصح راه مجذوب على خاطر راه فضل ربي على الدنيا. قالوا إذا قلت له جيب هذاك التصدام لهنا وهو ما بغاش يعطيه، قال يا ودي هذا راه غير يكذب، راه مازالت المحبة نتاع الدنيا راه يحب ربي أكثر من الدنيا، وحنا عندنا المجذوب للحضرة الإلهية هو اللي يكون يحب ربي أكثر من اللي يحب الدنيا. والشيخ سيدي أحمد العلوي الله يقدس روحه الوقت اللي كان فوق في سيدي حبو الشيخ وإنما كنا البارح من الشطين كثروا كذلك المجاذيب، وكان واحد الفقير إذا ناضي الشيخ يذاكر ينوض يزكي، وإذا الشيخ يبقى يتكلم ينوض هو الحاصل يدير ويفتح العمارة، وفي العمارة يدير أمورات اللي هي على كل حال تدل على أنه راه مجذوب لله تبارك وتعالى وكذا وكذا. واحد الخطرة الشيخ الله يقدس روحه عيط له، قال له سيدي فلان ما نقول لكمش على كل حال الاسم نتاعو، وعيط لواحد زوج نتاع الفقراء قال لهم ماذا بينا راه سيدي فلان غدوه ان شاء الله تروحوا لعنده، وهذوك الزوج نتاع الكباش هو كان يذبح زوج كباش في النهار، هذوك زوج كباش اللي يذبحهم ماذا بيكم ترفدوهم وتجيبوهم نديرهم يفطروا الفقراء. هو قال تكلم هذاك الفقير المجذوب هذاك، قالوا لا سيدي لا سيدي، قالوا ما نجيش يا سيدي. ايوا قالوا من نهار بالك تعاوش تجذب، انت راهم مازالوا لك باش عندك عزاز اكثر من الله تبارك وتعالى وتتقول راني مجذوب، ما تيسالش الحال. احنا كذلك سيدنا الفقراء اذا كان واحد الله تبارك وتعالى جاب لنا هذه الايه باش يقول لنا يا ودي راه لو كان نقلب لكم في المال نتاعكم بزاف كاع هذا الاسلام اللي راكم دعيتوه راكم كاع تبطلوا، ولكن راهم يقلب غير واحد شويه يديك لكم غير واحد النصيب من المال نتاعكم، وهو الفرض المفروض عليكم تعطيوه للفقراء والمساكين. لا خاطر راني عارف باللي لو كان نقول لكم جيبوا المال بزاف راكم تبطلوا وتهربوا على رسول الله وما تبقاوش مسلمين بالكل. على خاطر هذا المال الحباب راه فيه واحد المغناطيس عظيم، وراه الله تبارك وتعالى يجرب به الانسان اللي هو بالصح يحب ربي واللي هو بالصح ما يحبش ربي. وكان الشيخ سيدي الحاج عبد الله يقدس روحه جاب لنا واحد الحكايه وقعت له ليه هو بروحه. قال انا يا مهود من البلاد مهود على رجليه ولا تعقلوا، كان واحد الطلاب يقعد عند السبيطار عند الجهه ثما هذيك الموضع كانت السجور هذوك بلا داك التطوار، كان واحد الطلاب يقعد ثما ويمد يده ويقول لله لله لله، هذا ما يقول هذاك الطلاب. قال الشيخ انا جيت فايت وانا
وقفت عنده نسمع فيه يقول مد يدي يقول لله لله. قال هو قال لي باطني يا ودي هذا راه يقول لله اعطيه لله. قال الله غير اعطيته. قال دخلت يدي في جيبي خرجت تصدع. قال بديت نشوف هذاك التصدع. قال جاء طاح في يدي دور. قلت هذا كبير بزاف درته على جهه. قال عاود زاد طاح ريال. عاود قلت هذا كبير لطيف. قال عاود زاد طاح فرنك. عاود درته على جهه. عاود زاد قال طاح ربيع درته على جهه. عاود طاحت 5 صولدي. قال درتها على جهه. طاحت 2 صولدي. ايوا قال قلت 2 صولدي مليح. قال انا جيت نمدها له. هو قال لي باطني ما تحشمشي ربي يسوى عندك غير 2 صولدي. الشيخ قال رديت هذيك 2 صولدي لداخل وبقيت حاير واش ندير. قال جيت ندير واحد المجهود باش نعطيه 4 دورو. قال هو جاني ذاك الوارد الاخر هو راه غير واقف قدام الطلاب والطلاب راه يقرا. قال له يا ودي انت راك باغي تخلي ولادك ولا 4 دورو قاع تعطيها للطلاب وراك رايح. سيدي قلت انا ما نعطيش 4 دورو نعطي غير بالنيه نعطي دورو على مراد الله. قال انا جيت نعطي دورو. هو جا ذاك الوارد الاخر قال يا ودي ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. قال له ودي هنا باش يغفر لي ربي ذنبي غير يغفر الى عطيتي يغفر لي على حساب دورو برك. قال مشريت الكلام قلت انا يا ما بين الوارد والوارد نقسم نعطي 10 فرنك ونجي مريح ونروح راه ماشي يلحق الفطور وانا ما نفطرش نقعد انا والطلاب هنا واقفين. قال جبت هذيك 10 فرنك عطيتها له. هو دعا لي ربي وانا وهزت لقدام. قال والله يجعل ربي يقبلنا الحباب بنا بوسخنا على خاطر قال اذا زير علينا راه تبان المساله نتاعنا ماهي صحيحه لخاطر هو بنادم راه صار له كيشغل هذاك الذهب المشلل. الايمان نتاعنا احنا راه تقريبا كي ذاك الحديده نحاس اللي هو يشلوه بالذهب يديروا في الفيترينا. اذا تمشي تشري يقول لك يا ودي الحر هذا راه يسوى 1000 فرنك الجرام وهذا تاع الزواق يسوى نقولوا حنايا 20 ولا 30 دور. قال حنايا تاع 1000 فرنك ما نجموش نقدروا عليه غالي علينا بزاف ما نجموش نهم المال في سبيل الله. ولكن باش نبينوا باللي راه عندنا ذهب نديو هذاك الاخر نتاع 20 دور الجرام ونديو على كل حال ديك المساسه في اليد ونعطوها هديه. قال يا ودي هذاك اللي نهديو له هذيك الهديه قال لي اذا هو بغى يبهدلنا قال يمشي يعيرها. كيفاش يعيرها؟ يقبض المال قاطع ويفوتوا عليها. قال تنكشف الحاله وتصبح الدعوه غير نحاس. قالوا اذا كان هو يبغي يسترنا يقبل لنا الهديه على انها هي ذهب ويقول سيدي فلان راه هدالي والسياسه تاع الذهب. قال يا ودي هكذاك الله تبارك وتعالى قال غير نديروا حنا واحد الهزه. قالوا ربي ما يكشفناش ربي ستار. قال من اسماء الله تبارك وتعالى الستار.